براندين شبه بعض في كل حاجة، شكل ومنيو هو ودايما فاتحين جنب بعض. النهاردة هنقارن بين بلبن المصري وحلق قشطة السعودي، وكمان هنعرف هل الاتنين دول ليهم علاقة ببعض ولا بيرخموا على بعض. والمنيو هو باختلاف ان حلق قشطة ارخص 5 جنيه بس في كل حاجة. واخترنا نجرب عند الاتنين القشطوطة مكسرات بالرز بلبن وكمان الكشري نوتيلا. نبدأ بالقشطوطة. ودخلت اول حاجه على القشطوطه، حلقه قشطه. طعم الكيك والكريمه حلو جدا، والرز بلبن فيه متماسك ومخدوم وكويس وعجبني، وبصراحه طعمه نضيف جدا. حطيت المكسرات وطعمها حلو ومتحمصه وطازه. دخلت على قشطوطه بلبن، نفس الطعم الكريمه، لكن الكيك اخف والرز بلبن ما كانش متماسك عن حلقه قشطه. وكمان حسيت ان الرز بلبن ميه بس طعمه كويس، لكن حلقه قشطه في المجمل جوده اعلى وارخص. نيجي بقى للكشري، والعلبه بتاعت بلبن كانت اكبر بصراحه. ودخل نصر على حلقة قشطة طعمها حلو جدا. الرز بلبن تحفة، والميكس بالكنافة مع النوتيلا خفيف ما يموعش النفس وتحب تاكله مش تقيل. ندخل بقى على كشري النوتيلا بلبن، تحس بفرق كبير. الطبق مليان كنافة وطعمها ما كانش حلو، متحمصة جامد. نفس الموضوع الجلاش ناشف ومتحمص زيادة وطبقته رقيقة جدا عكس حلقة قشطة. في المجمل الاتنين طعمهم كويس، لكن الصراحة حلقة قشطة السعودي كسعر وجودة يكسب. ونشوفكم في تجربة جديدة مع المطعم جية.